ده محمود كهربا قبل ما يروح النادي الاهلي. انا استضفتك وانت زملكاوي واستضفتك وانت اهلاوي. لا انا اهلاوي احسن. انا بقالي من ساعه ما رحت النادي الاهلي، العب حاضر، اقعد احتياطي حاضر، تعجبني تمرين قبل التمرين بساعه. يا باشا الالتزام الالتزام، راجع بيتي خلاص. حتى عارف انت، هقعد في بيتي دوت لو انا مش هلعب خالص، لو هشيل الكوره قاعد في بيتي مش حبيبي يا كهربا. وده كهربا بتاع امبارح. شوف القرار كده. محمود كهربا امبارح يعني حصل له اكبر غرامه تقريبا نزلت له من ساعه ما راح النادي الاهلي. ده طبعا بخلاف غرامه ال 2 مليون. طب محمود كهربا عمل ايه الحوار ده كله يا جماعه؟ الراجل احنا بعد ما غرا شفنا الاهلي كسب والدنيا كانت مبسوطه والناس فرحانه. ليه الدنيا قلبت بغم كده على لعيبه النادي الاهلي كلها؟ لان باختصار استاذ كهربا امبارح طبعا بكون ان انا احيادي بغض النظر عن انتمائي، بس زعلان ان كهربا لاعب كبير. لاعب كبير لما كان في نادي الزمالك، لا كان كبير. والراجل كان ملتزم التزام غير طبيعي، كان شغال شغل كبير جدا كهربا، بحيث ان هو كان يعني اهم لاعب في الفريق في نادي الزمالك لما كان موجود موسم 2016 لحد 2019، خلاف السنة اللي سافر فيها. لكن كان لاعب كويس، كان له مستقبل كويس. كهربا طبعا يعني كنا مش شايفين له مستقبل قوي، يعني كان من اللعيبة الأقوياء جدا في نادي الزمالك، كان من العناصر الأساسية. لكن امبارح يعني قمنا الصبح كده الساعة 6 أو 7 الصبح، الأهلي منزل التويتر اللي انت شايفها حضرتك دي لغرامة الكهربا بقى عليه غرامة أكتر من صندوق الدين اللي على مصر، أكتر من الدين المصري. الكهربا بقى عليه فلوس قد كده. طب هدفعها ازاي ابن الحلال دي؟ الكهربا اتخصم منه 1,000,000 جنيه ومش هيلعب السوبر المصري النهائي، مش هيبقى حد على الدكة ولا يبقى حد قاعد في المدرجات بيساعد، لأ يبقى يتفرج في البيت. ممكن كمان ما يتفرجش في البيت بسبب اللي حصل له ده. طب ليه يا ابن الحلال؟ ما احنا ماشيين الدنيا مع بعض. انت جاي هربان اصلا، انت جاي الاهلي هربان اصلا، مش جاي مثلا انا جاي لاعب قوي. لا انت مش قوي كهربا، انت مش قوي ومش لاعب كويس في الاهلي. انت كنت في الزمالك نسخه كويسه، انت كنت مع الاتحاد السعودي نسخه مرعبه. طب انت يا ابني بتعمل ليه كده؟ حرفيا كهربا انت بقيت منتهي بتقول عشان كمان انت لاعب خلصان ومنتهي. ما انت اللي منتهي يا ابني، انت اللي بقيت منتهي الصلاحيه، انت بقيت يعني اكسباير. يعني انا شغال في شركه بقول لك حاجه اكسباير، انت اكسباير، انت اكسباير اكتر من حاجه الاكسباير اللي عند الزمالك عند الشركه عندي. طب يا ابني ما تعدل يا ابني، تعدل مش عشان نفسك، عشان اهلك على الاقل. لكن كل واحد كبير، كل راعي مسؤول عن رعيته، كل واحد قادر ان هو يحافظ على بيته. اتمنى كهربا تكون عارف الحكايه دي كويس جدا وتكون قاري الموضوع ده كويس، لان انت مش مسؤول عن نفسك، لازم انت مسؤول عن بالكامل. خلي بالك يا كهربا، لان انت بقيت معدودك وهيطلعوك اعرى، وانا اسف هتبقى انت مع فيوتشر اما مع زد اما مع سيراميكا، حاجه من الثلاثه دول. سلام عليكم.